السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله توكلنا على الله. أهلا بكم طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم باشمهندسين ودكاترة. النهاردة إن شاء الله هنحل محافظة القاهرة إدارة شبرا. ركز معايا كده يلا نبدأ. بسم الله. بقولك ايه، أكمل كل مما يأتي بالإجابة الصحيحة. إذا كان جذر 5 لكل أس س بيساوي 25 فإن س تساوي كام؟ يلا نبدأ. طيب قالك جذر 5 أس س بيساوي 25 فإن س تساوي كام؟ طيب أنا عندي 25 دي اللي هي 5 أس 2، أنا عندي أقوله جذر 5 لكل أس س هيساوي 5 أس 2. طيب يا مستر، طب ما هنا 5 وهنا جذر 5. طيب يعني أنا شلت ال5 دي وحطيت مكانها جذر 5. سامع باشمهندسة هي بتقول لي يا مستر هتبقى أس 4. تمام، يبقى س هتساوي 4، لأن لازم أخلي الأساس يساوي الأساس. تمام، يلا يا دكتور محمود. إذا كان س عددا فرديا فإن العدد الزوجي التالي هو س عددا فرديا. يعني لما أجي أبص 1 2 3 4 5. طيب لما أجي أبص الواحد مش ده عدد فردي؟ طيب العدد الزوجي التالي اللي هو ايه؟ 2. الاتنين ده عبارة عن 1 زائد 1. تمام، هنا بقولك إذا كان س عددا فرديا فإن العدد الزوجي التالي هو س زائد 1. أيوة كده، نشغل دماغنا. هنا بيقول لي مجموعة حل المتباينة س أكبر من الواحد وأصغر من الأربعة. طيب هي في هي ممتاز. الفترة المفتوحة 1 و4. السؤال رقم 4 يلا بيقول لي إذا كان س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 17 وس ص بيساوي 4 فإن س زائد ص كل تربيع. طيب احنا خدنا في أولى إعدادي ازاي افك القوس ده. بقول له س تربيع الأول تربيع الحد الأوسط الأول في التاني في 2 س في ص في 2 زائد 2 س ص زائد الحد الأخير اللي هو هيبقى ص تربيع. طيب مديني س تربيع زائد ص تربيع بكام؟ ب17. اقول له 17 زائد 2 في س ص ب4 يبقى 2 في 4 ب8 يبقى يديني 25 ناتج في الآخر. تمام، إذا كان رقم 5 إذا كان 5 أس س بيساوي 7 فإن 5 أس س زائد 1 يساوي كام؟ ممتاز. هفك 5 أس س زائد 1 دي يا مستر عبارة عن 5 أس س في 5، يعني عبارة عن 5 أس س في 5 أس 1 اللي هي 5. 5 أس س متداري ب7 يبقى 7 في 5 ب35. ممتاز. يلا يا دكتورة أسماء. السؤال رقم 6 بيقول لي 1 ناقص 35% هيديني الواحد ده اللي هو 100%. ممتاز، هيديني 65%. الله ينور يا دكتورة أفنان. يلا نكمل. هنا بيقول لي يمكن تحليل المقدار. السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة. وسؤال اختر ده بيبقى محتاج تركيز. متنساش تعملنا اشتراك من قناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي الفيديوهات والمراجعة. لكن يمكن تحليل المقدار س أس 4 زائد 4 بإكمال المربع بإضافة الحد نقط ومعكوسه الجمعي. تمام. طيب وبقول لك بإكمال المربع. طب أنا عشان أجيب الحد الأوسط هنا هجيبه إزاي؟ عندي ليه قانون موجب أو سالب 2 في جذر الحد الأول في جذر التالت. تمام. طيب أجي أطبق كده موجب أو سالب جذر الحد الأول 2 الأول في جذر الحد الأول اللي هو س أس 4 بس تربيع. طب في جذر الحد التالت جذر الأربعة كام؟ 2. يبقى موجب أو سالب 4 س تربيع. موجب أو سالب 4 س ايه؟ تربيع. يبقى هنا هقول له بإضافة الحد 4 س تربيع. ممتاز. تمام لحد كده ماشي. الموجب او سالب دي اللي هي بتعني اضافة الحد ومعكوس الجمعي. طيب بقول لك مجموعة حل المعادلة س تربيع زائد 4 بيساوي 0 في ح. بتتكرر في امتحانات كتير يا جماعة. احنا عارفين ان مفيش جذر تربيع العدد سالب، يبقى مجموعة الحل بفاي لان هنقل الاربعة بإشارة مخالفة. يبقى س تربيع هتساوي -4
هيديني فاي. تمام، تعال نكمل. بيقول لك هنا ايه؟ غرفة بقى 5 أبواب مرقمة من 1 إلى 5، فإن احتمال خروج شخص من الباب رقم 3 يساوي. طيب وعدد الأبواب كام؟ 5. حطها في المقام. طب احتمال خروج شخص من الباب رقم 3. طيب شخص واحد هيبقى 1/5. 1 على كام؟ على 5. ممتاز. إذا كان س زائد 1 في س تربيع ناقص س زائد 1، أنا عارف دي مفكوكة على طول، اللي هو س تكعيب زائد 1. س تكعيب زائد ايه؟ 1. ممتاز. رقم ج، لأنها عبارة عن ايه؟ س زائد 1 في س تربيع ناقص س زائد 1. طب السؤال رقم 5 بيقول لي 3 أس 7 زائد 3 أس 7 زائد 3 أس 7 يساوي. هيديني 3 أس 7. ممكن اخد واحد يقول لي اخد 3 أس 7 عامل مشترك، هيتبقى لي 1 زائد 1 زائد 1، هيتبقى لي 3. يبقى 3 أس 7 في 3 ب3 أس 8. السؤال رقم 6 بيقول لي إذا كان 3 أس ناقص 2 بيساوي 7 أس ناقص 2، فإن 3 أس بيساوي كام؟ طيب هل ال3 هتساوي ال7؟ لا يا مستر. طيب قالك ايه؟ لو انا قلت 3 امتى تساوي ال7؟ لو س بكام؟ ب2. تمام، لان هيبقى 3 أس 0 هيساوي 7 أس 0 هيساوي كام؟ 1. تمام. طيب هعمل ايه بعدها بقى؟ تمام، وعايز كل ال3 أس. طب انا جبت الس بكام؟ انا عشان اجيب الس هساوي س ناقص 2، ده بتساوي 0. يبقى س هتساوي موجب 2. س هتساوي موجب كام؟ 2. طيب لو عايز 3 أس يبقى 3 أس 2 ب9. تمام. طيب السؤال الجاي ركز فيه جدا يا جماعة. بيقول لك ايه؟ حل مما ياتي تحليلا تاما. حل مما ياتي تحليلا ايه؟ تاما. تعال كده للسبورة. بيقول لي ايه؟ س تكعيب ناقص س تربيع ناقص 12 س. ممتاز ممتاز يا باشمهندس أسامة. قال لك أول حاجة يا مستر هاخد س عامل مشترك، هيتبقى لي س تربيع ناقص س ناقص 12. هنزل الس زي ما هي واحلل القوس ده تربيع، يبقى س وس. تمام، هفتح قوسين. ال12 دي عبارة عن 4 في 3. الإشارات هتبقى -4. كبير هياخد الإشارة اللي في النص والتاني عكس الإشارة، يبقى س ناقص 4 في س زائد 3 في س. تمام. تعال السؤال رقم 2. يلا بيقولك حل مما تحليلا تاما. س ناقص 1 في س زائد 1 ناقص 8. طيب هضرب القوسين دول في بعض هيديني س تربيع ناقص 1 ناقص 8. يبقى يديني س تربيع ناقص 9. كده اعرف احلل، هيديني س ناقص 3 في س زائد 3. س زائد 3 في س ناقص 3. السؤال رقم 3 بيقول لي ايه؟ 8 س تكعيب زائد 1 دي مجموع مكعبين. يبقى افتح قوس صغير وقوس كبير. القوس الصغير هيبقى جذر تربيع تكعيب الحد الاول هيديني 2 س. جذر تكعيب الحد التالت هيديني 1. افتح قوس الكبير. 2 س كل تربيع ب4 س تربيع ناقص 2 س الأول في التاني مع عكس الإشارة زائد 1 اللي هو الحد الأخير مربع. تمام. تعالى كده نرجع لكتابنا. بيقول لي ايه؟ إذا كان س ناقص 2 ص زائد 5 س ناقص 10 ص. اديني كده س ناقص 2 ص زائد 5 ص. س ناقص 2 ص زائد 5 س زائد 5 س ناقص
ناقص 10 صاد ناقص كام؟ ناقص 10 صاد. السؤال رقم 4. تمام، اخد السين مع الخمسة سين يبقى سين زائد 5 سين. ممتاز ممتاز يا باشمهندس أسامة. اقول له زائد سالب 2 صاد ناقص 10 صاد. تمام. طب سين زائد 5 سين هيديني 6 سين. سالب 2 صاد ناقص 10 صاد ناقص 12 صاد. هعرف اخد عامل مشترك دلوقتي. تمام، هاخد الستة. ممتاز، هيتبقى لي س ناقص 2 صاد. س ناقص 2 ايه؟ صاد. كده نكون خلصنا السؤال رقم 3 كامل. طب تعالى كده بيقولك السؤال رقم 4. اوجد في ح مجموعة حل المعادلة س تربيع بيساوي 3 س. س تربيع بيساوي كام؟ 3 س. طيب خلي المعادلة الطرف الأيسر بيساوي 0. عايز مجموعة الحل يبقى س تربيع ناقص 3 س يساوي 0. هاخد عامل مشترك، هاخد س هيتبقى لي س ناقص 3 هيديني 0. يبقى مرة إما س هتساوي 0 ومرة إما س ناقص 3 هتساوي 0. يبقى يديني س بتساوي 3. تمام لحد كده. متنساش تعمل لنا متابعة على صفحتنا على الفيسبوك واشتراك لقناتنا على اليوتيوب وتفعل زر الجرس. تمام، يلا نكمل. يلا نكمل السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ اختصر لأبسط صورة 8 أس س في 9 أس س على 18 أس س في 4 أس س. طيب واحد هيقول لي يا مستر هي واضحة كده زي الشمس اهو. خد 8 في 9 اضربهم في بعض واحط الأس عليهم هما الاتنين. تمام، 8 في 9 على الكل أس س على، واضرب برضو 18 في 4 الكل أس س هيديني 72 أس س على 72 أس س هيديني 1. هيساوي كام؟ 1. هيساوي كام؟ 1. طب تعالى المثال اللي بعده. بيقولك إذا كان نص في س نص الكل أس س زائد 3 نص الكل أس س زائد 3 بيساوي كام يا مستر محمد؟ بيساوي 8. عايز قيمة س. عايز قيمة ايه؟ س. طيب هنزله ده زي الحد الأول زي ما هو بيساوي 8 ده خليه 1 على 2 الكل أس 3. ممتاز. يبقى أنا هنا الأساس سوى الأساس يبقى أس هيساوي الأس يبقى س زائد 3 هيساوي 3. يبقى السين هتساوي كام يا مستر محمد؟ يبقى السين هتساوي 0. السين هتساوي كام؟ 0. تعال السؤال اللي بعده. لك في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة عشوائيا يوجد احتمال ظهور وجه يحمل عددا أكبر من 6. طب ما أنا عندي حجر النرد فضاء العينة من 1 ل6. طيب في عدد أكبر من 6؟ لا. يبقى كام يا مستر؟ 0. حدث مستحيل. طيب رقم 2 عددا أوليا زوجيا. طب أنا عندي من 1 ل6 عدد أولي زوج 1 هو 2. يبقى احتماله هيبقى 1 على 6. ومن كده هنكون خلصنا محافظة النهاردة. استنونا في مراجعات جديدة وحل امتحانات. ما تنساش تعملنا لايك للفيديو وتشيره على أكبر قدر ممكن عشان أكبر عدد من الطلاب يستفيد. ما تنساش تدعينا دعوة حلوة من قلبك. وما تنساش تعملنا فولو صفحتنا على الفيسبوك. ونشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.